في ملك نزل يتفقد الرعية بتاعته، لقى قرية أهلها بيشربوا من مية الترعة، فأمرهم إنهم يعملوا زير عشان يشربوا منه. كبير الوزراء نفذ أمر الملك وفعلا عمل الزير. بعد كده موظف اقترح إن الزير محتاج حارس غفير وساقي عشان يملاه مية كل يوم، فتعين 7 غفر و7 سقالين. وبعدها احتاجوا فني صيانة للزير ومحاسبين عشان يحسبوا مرتبات الناس دي كلها. الأمور تتطورت أكتر، فعملوا إدارة لشؤون العاملين عشان تراقب الموظفين، وإدارة تانية للشؤون القانونية عشان تحل مشاكلهم. وفي الآخر عينوا رئيس لكل المنظمة دي. بعد سنة الملك رجع تاني، لقى مبنى كبير ومكتوب عليه الإدارة العامة لشؤون الزير. دخل المبنى لقى مكاتب كتير ومكتب رئيس الإدارة مكيف. سأل كبير الوزراء عن الموضوع، قال له دي الإدارة اللي مسؤولة عن الزير اللي حضرتك أمرت بيه. الملك راح يشوف الزير، لقاه مكسور وجنبه غفير نايم ومكتوب على الزير تبرعوا لإصلاح الزير.